يوم الأربعاء 8 فبراير أي أهلاوي هيفتكر اليوم ده كويس جدا. اليوم ده هيبقى الأهلي وريال مدريد. أنا بعمل الفيديو ده بس مش عشان أحلل أداء ريال مدريد أو أحلل أداء الأهلي. ريال مدريد أعتقد حتى كلام عليه مش هيبقى غير ذو قيمة، يعني الناس كلها عارفة ريال مدريد وعارفة الأسامي اللي موجودة فيه وعارفة أسلوب لعبه. والأهلي بقى مفتوح خلاص، يعني ما كل الناس عارفة الأهلي بيلعب إزاي. النهارده جاي علشان محدش يضحك على أي حد، سواء يوتيوبر سواء إعلامي سواء مسؤول، ويقول لك إن النتيجة بتاعة الماتش ده 50-50. أنا عارف إن ممكن اللعيبة تعمل، ممكن الأهلي يفوز، يعني ده وارد، كل حاجة موجودة في الكورة. بس مفيش حد يجزم إن النسبة دلوقتي موجودة 50-50. صعب جدا تقول إن هي 50-50. سكواد ريال مدريد بالاحتياطي، أنت بتتكلم في 800 مليون دولار أو 800 مليون يورو. ده القيمة أو القيمة السوقية بتاعته. أنت بتتكلم على الأهلي مثلا 30 مليون، يعني حاجة يعني مش موجودة، يعني تمن نص لعيب يعني. بس الكورة طبعا مش بتعترف بالكلام ده، بس في إمكانيات موجودة. الأهلي لو لعب إن هو هيفوز وند الند في بداية الماتش هيتبهدل. أنا شفت الشوط الأول مع فرقة سياتل، فرقة كويسة، يعني هي وقعت في البدنية في الشوط الثاني. هي فرقة أفضل شوية من أوكلاند، بس خنقت الأهلي في الشوط الأول. هل الأهلي يعني لما بيلعب ريال مدريد، هل ريال مدريد مش هيضغط عليه الضغط ده؟ أعتقد هيضغط وهيضغط أكتر كمان، وفي الشوطين مش في شوط واحد بس. فبالتالي لازم الأهلي أو لعيبة الأهلي تبقى حاطة في دماغها إن هي بتلاعب مستوى تاني خالص، يعني في مستوى ريال مدريد، بايرن ميونخ، السيتي، الناس دي مستوى تاني خالص. فبالتالي أنا مش عايزك تخاف منه، وفي نفس الوقت ما تفتحش صدرك قوي إن إحنا لا ده أنا أجيب وأعدي وبتاع، لا، لأنه هيعاقبك. مش بتلاعب فاركو ولا بتلاعب المحلة ولا الناس دي، لا أنت بتلاعب ليفل تاني ممكن يبهدلك. فأنا رأيي إن الناس اللي بتقول 50-50 لأ، ده رأي غلط جدا. شايف أنا 90-95 إلى يعني من 90 ل 95. ال 5% أو ال 10% دي أنا شايف إن هي نسبة كويسة بالمقارنة بالإمكانيات. أنا عارف إن ريال مدريد في كورتوا مش لاعب، في بنزيما مش لاعب، في مش عارفين مش لاعب، في غيابات، بس الدكة بره يعني لعيبة أفضل. أنت عندك توني كروس في نص الملعب، عندك مودريتش في نص الملعب، عندك سيبايوس في نص الملعب، يعني عندك 3 موجودين في نص الملعب. ناس عالية جدا، بيمشوا الكورة صح، بينقلوا الكورة صح، مش بيفكروا ان استلم الاول واشوف، لا ده قبل ما بيستلم بيبقى مقرر هيعمل ايه، وزميله بيبقى عارف ان هو هيعمل ايه. فبالتالي الدنيا بتبقى بالنسبه لهم مختلفه جدا عن البطء اللي موجود في الدوري المصري. مفيش تحضير بالراحه والكلام اللي احنا بنشوفه ده، لا ده مش هيبقى موجود. عنده في الدفاع اعتقد هيبقى روديجر، وهيحط في اليمين ناتشو وكاما فينجر. دول اللي هيكونوا موجودين اساسيين. الراجل ده مش في مكانه، كامافينجا ده مش في مكانه اصلا، يعني هيلعب باك شمال، هو ده مش مكانه علشان مندي بس مصاب. ناتشو اعتقد بيلعب يمين عادي مفيش مشكله، وبيلعب في القلب برضه مفيش مشكله، وراجل مدافع كويس يعني مجتهد وبتاعه كويس. وروديجر طبعا هو اللي يعتبر هيشيل الدفاع عشان ميليتاو مش موجود. الهجوم هو عنده فينيسيوس جونيور، والناحيه الثانيه هيبقى موجود اسينسيو. ده خط الهجوم ريال مدريد، او الجناحين بتوعه. ف رجاء من اللعيبه ان ما حدش ما تفتحش ورا، لان الناس دي انا شفت في ماتش السيتي فينيسيوس جونيور اخد تقريبا الخط كله جري هجمه مرتده، يعني وراجل مش بيهزر يعني. الماتش ممكن تمشيه بالراحه، ممكن تمشيه بهدوء جدا، وتقدر تخطف. دي لازم اللعيبه تكون مقتنعه بيها جدا، ان انا عشان اكسب لازم هخطف. انا المغرب لما مشيت في كاس العالم ووصلت قبل النهائي، هي اسلوب لعبها كان الخطف، ان انا هخطف الكوره، فرصه تجيلي اخطفها مع الفريق الكبير، خلاص انا ممكن ادافع بقى واقفل وبتاع وكده. انما علشان تفتح ملعب وتبدا ند بند هجمه بهجمه وكده، هتتعب بدنيا وتكتيكيا مش هتقدر تواجبه. يعني برضه هو معلش انت بتلعب انشيلوتي بره، يعني مش قاعد مش سباك هو، لا ده راجل انت مصنف دلوقتي رقم 1 2 3 على مستوى العالم. في التاريخ كله هتلاقي رقم 5 6، يعني راجل واخد دوري ابطال مع مين، ودوري ومش عارف مع مين لا واخد دوري، يعني مش حد قليل ان هو ما يقدرش يتعامل معاك. فبالتالي ما تديلوش فرصه
ان هو في الاول خالص يفوز، يعني في ماتش بايرن ميونخ، في ماتش ريال مدريد، في ماتش ما تجيبش اول ربع ساعه يدخل فيك جول، يعني خلاص هو بيبقى خد اللي هو عايزه وهيبدا يلعبه بطريقته بحيث ان انت تفتح جاب التاني. فرأيي حاول تقفل ملعبك، اول ربع ساعه عديها ازمه الثقه، يعني عشان بس اللعيبه برضو تاخد الثقه شويه وتقدر تقول ان احنا بنلاعب ريال مدريد، احنا بنجاري ريال مدريد. خلي بالك ده اللي حصل برضو مع بايرن ميونخ. انا عارف ان بايرن فاز 2 وبرضو بمجهود قليل شويه وبتاع، بس في نفس الوقت طلع شكلك كويس، يعني ما طلعش شكلك وحش فتزعل في الاخر من النتيجه. انما في ماتش بايرن ميونخ لا، الاهلي كان بيلعب كويس وكان يعني ماشي الحال معاه. الماتش بتاع ريال مدريد ده المفروض الاهلي برضو يمشي اموره بحيث ان هو يخرج من اول ربع ساعه نص ساعه الدنيا كويسه، يعني الدنيا ماشيه كويس. ليه؟ لان هيبدا يحصل شك عند اللعيبه. انا عارف هو مدرب ان هو كده كده هيفوز، وممكن يجيب في الدقيقه 90، ممكن يجيب في الدقيقه 80، مش هيستعجل عليك. وخصوصا ان عنده واحد اسمه مودريتش. الماتش ده يا جماعه انا بحس ان هو بياخد الكوره او بيستلم الكوره بيخطط الهجمه كلها بتبقى في دماغه، يعني الهجمه كلها اللي هتمشي بعد كده بتبقى في دماغه، وهادي جدا ورزين جدا وكده. وعنده توني كروس نفس الكلام، بيضرب كوره عرضيه او كوره طويله يقتلك بيها بالكوره الطويله بتاعته، وبتنزل على يعني على الرجل بالظبط، الاستلام كويس والدنيا كويسه، فممكن يأذيك او يتعبك. فبالتالي الناس دي مش هتستعجل، حتى لو انت اتقدمت عليهم برضه هو مش هيستعجل، هو عارف ان هو في اي وقت انا ممكن اجيب. يعني كان بيلعب السيتي وفي النص نهائي دوري الابطال والدنيا مش عارف ايه، وخسران بفريق هوبا في دقيقتين ثلاثه قلب النتيجه وصعد. فاللعيبه مدربه عشان قابلت كذا موقف او اكتر موقف، في مواقف اصعب من دي كمان وعدوها وفازوا، جابوا في الدقيقه 90. والسنه اللي فاتت انا شفت ماتش اشبيليه وماتش فيا ريال، الناس دي كانت متاخره لغايه اخر دقيقه، هو جول في الدقيقه 90 جول في الدقيقه 92 خلاص يخلص الماتش. فبالتالي اللعيبه لازم تكون مركزه جدا في ال 90 دقيقه، لان لو فقدت تركيزك 10 دقايق بس خلاص الماتش هيروح منك، 10 دقايق بالظبط هيروح منك. فلازم وانت نازل الملعب عارف ان انت هتعمل ايه، يعني الموضوع مش متساب للصدفه. انا عارف لو دخل فيا جول انا اقدر اتصرف ازاي، انا عارف انا لسه متعادل بس في النص ساعه اقدر العب ازاي، اتاخرت او اتقدمت بهدف اعرف اعمل ايه، بحيث ان ما اقدرش العب اللعب اللي هو الارتجالي. لان اللعب الارتجالي او اللعب اللي هو من دماغ اللعيبه او التاليف ده خلاص انت تركيزك بيروح، هتاخد التاني وهتاخد التالت والرابع وهيبقى الموقف صعب شويه. فاللعيبه لازم يوصل لها احساس ان احنا مش 50-50، مش 50-50، يعني انا مش ههاجم وهعمل وهزنق ريال مدريد في ال 18. انا ممكن اعمل كده في خلال الماتش، انما انزل في دماغي هعمل كده لا. لازم وانت نازل انا عارف ان انا كويس، انا مش وحش، بس مش هقدر اجاري ريال مدريد في اول ربع ساعه، صعب جدا. فبالتالي الاحساس ده لازم يوصل للعيبه علشان يسهلوا الماتش على نفسهم. خلاص اول ربع ساعه عدت او ساعه عدت او نص ساعه عدت، النتيجه تعادل، بتبدا بقى تفكر في المرحله اللي جايه. انا كده قسمت الجزء الاولاني ده خلاص، ببدا اشوف المرحله الجايه اقدر اتحول بقى من الدفاع او من الوقت اللي انا مش هقدر اهاجم فيه، لا الوقت بقى اللي هاجم فيه هبدا انقل نفسي نقله تانية. ده هيبقى تحول تكتيكي، المفروض المدرب بيفهم اللعيبه ان احنا خلاص خلصنا المرحله دي نبدا في المرحله الثانيه بالراحه برضو، وتقدر تخلص الشوط الاول، ممكن تخطف جون كمان في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني برضو لازم تقسم الشوط على مراحل. ما تبداش كله على انها خلاص لا ضغط وبتاع، حتى لو تسجل فيك هدف ما انت عادي، انت ممكن في الدقيقه 90 تتعادل، يعني لو تسجل فيك هدف عادي في الدقيقه 90 ممكن تتعادل. انما لو فتحت خطوطك وهاجمت وكده لا هيعاقبك، وهيعاقبك على طول فوري. هو اللي انا شايل همه ان احنا ما عندناش مهاجم، يعني الماتشات دي مش هيجي لك مثلا 7 8 فرص في الماتش، استحاله. انت هيجي لك فرصه 2 3 لازم تخطف فيهم. هل المهاجمين اللي موجودين في الاهلي من نوعيه اللعيبه ان هو لما يجي له 3 فرص يسجل منهم فرصه او فرصتين؟ اعتقد دول مش موجودين. فبالتالي الفرصه اللي هتوفر للمهاجم او لاعب نص الملعب لازم تخلص. ولاعيبه نص الملعب بتاعت الاهلي هتعمل مجهود خرافي. انا عارف الثلاثه اللي موجودين في عند ريال مدريد هيتعبون جدا، يعني بدنيا هيتعبوا جدا. فلازم لعيبه نص الملعب ما تحاولش حتى تستعرض، يعني الكره اللي هتتخطف وانت بتبدا تتحول من الدفاع للهجوم هترجع فيك هجمه على طول، يعني هجمه مرتده صعبه شويه. اللعيبه اللي بتستعرض يعني احمد عبد القادر مفيش استعراض، خلاص خلص وبتاع وكده، انت مش بتعرض نفسك. يعني انشيلوتي مش هيشوفك هيقول انا عايز الراجل ده، استحاله، مش موجود الكلام ده. هو عارف بيلعب في مستوى ايه
وعارف ان الراجل ده عشان يوصل عندي لازم حاجات كتير جدا، فبالتالي مفيش وقت ان انا اقدر اجيب كوره كويسه، اجيب جول كويس، اجيب جول شكله كويس. لا لا لا، لو هتجيب جول بضهرك ما فيش مشكله، بس هات جول يكون الكوره تدخل تعدي الخط. ده لازم اللعيبه تنزل مقتنعه بالكلام ده. يعني انا هنزل اعرض نفسي او استعرض او كده، ما اعتقدش ان انت هتقدر تعمل الكلام ده، ومش وقته، يعني مش الماتش ده اللي انت هتعمل فيه كده. انا بس خوفي كله ان الاهلي ممكن يعدي ويلعب الهلال ويخسر، يعني يلعب الهلال او يلعب فلامينجو ويخسر، تبقى وحشه قوي في حق الاهلي. يلا بالتوفيق، ونشوف بعض كده بعد الماتش ايه اللي هيحصل. يلا سلام.